هو شغل اللجان ده مش ناوي يخلص. هو كابتن محمود الخطيب محتاج تأشيرة عشان يروح أمريكا. خليك معايا في حلقة مهمة جدا قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي، وفيها معلومات مهمة جدا عن المباراة وعن البطولة. خلينا أتكلم معاك في البداية عن تصنيف النادي الأهلي اللي هو طلع متفوق على نادي بورتو ونادي إنتر ميامي اللي موجودين معاه في المجموعة أساسا. تصنيف الأهلي رقم 53، تصنيف بورتو حاجة و80، وتصنيف إنتر ميامي 246. عشان لما بنقول ان احنا بنطالب اللعيبه انها لازم تتاهل وان يكون في عقوبات لو في عدم تاهل او اخفاق في دور المجموعات، يبقى عندنا حق. مفيش حاجه اسمها اداء مشرف. احنا عدينا المرحله دي من زمان. انت كنادي اهلي اكبر انديه الشرق الاوسط واكتر الانديه العربيه والافريقيه تاهلا لكاس العالم للانديه، واكتر الانديه على مستوى العالم مشاركات في كاس العالم. حاجه اسمها تروح تقول لي اداء مشرف. انت عندك 2 لعيبه واخدين من ضمن اعلى الهدافين في البطوله، حسين الشحات وكابتن محمد ابو تريكه، الاثنين واخدين 4 اهداف في بطوله كاس العالم للانديه. بس خلينا اتكلم معاك في جزئيه مهمه جدا انا شخصيا قلقاني. مفيش انغلاق في المعسكر الاهلاوي في ميامي. تحس ان المعسكر مفتوح الى حد ما، لقاءات كتير بشكل اوفر، لعيبه كتير بتتكلم، لعيبه كتير بتدي تصريحات. اخرهم التصريح بتاع مصطفى شوبير اللي بيقول لك فيه اتوقع والله يفوز ريال مدريد وباريس سان جيرمان بالبطوله، ايهما ممكن ان هو يفوز بالبطوله. طبعا تصريح زي دوت يخليك تحس ان انت قدام لاعب يعني مش عارف بصراحه. يعني انا بحب مصطفى شوبير ومن اوائل الناس اللي بتكلم وبقول ان هو لازم يكون بيشارك اساسي مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، لان هو بسم الله ما شاء الله كخبرات وكفنيات وكثبات انفعالي افضل من الشناوي بكتير. لكن تصريح زي ده ما يتقالش حتى لو انت شايف من جواك او من قناعاتك ان انت ريال مدريد الاقرب او باريس سان جيرمان الاقرب. انت مش رايح عشان خاطر تدي اداء مشرف، او انت في قناعاتك ان انت رايح وهتخرج من كاس العالم. المفروض ان انت في قناعاتك وقناعات كل لاعبي النادي الاهلي انتوا رايحين تنافسوا على كاس العالم. اي نعم حاجه صعبه، اي نعم منافسه مش سهله، لكن في الاول وفي الاخر انت لازم في عقلك انا رايح انافس لحد اخر نفس، مش من بدايه البطوله كده وانا اصلا يعني لسه ما بداتش البطوله برمي الفوطه وبقول والله انا شايف انه اقرب فريق ممكن يكسب ريال مدريد او باريس سان جيرمان. الحقيقه تصريح غير موفق، وكمان اللي بيحصل في معسكر النادي الاهلي وكميه اللقاءات والتصريحات ده شيء غير موفق تماما. كان نفسي كابتن محمود الخطيب يكون موجود. تعالى بقى لكابتن محمود الخطيب. محمود الخطيب ربنا يشفيه ويعافيه ويديله الصحه يا رب. الاعتذار اللي بعته لجياني انفانتينو واضح وصريح، وبيقول ان هو والله كان نفسه يكون متواجد في كاس العالم للانديه، لكن مش هيقدر يكون موجود عشان ظروفه الصحيه صعبه. ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. الكلام بقى هنا على مين؟ على الناس اللي بتنظر، على الناس اللجان اللي بتقبض، اللي بتاخد فلوس، اللجان اللي شغالين ليل نهار بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يهدوا في الاهلي، وطبعا مش هيعرفوا. بس الفكره هنا في حاجه، احيانا بيكون في غباء حتى، يعني احيانا بيبقى في نوع من انواع الغباء في الانتقاد، او الغباء حتى في انك انت بتحاول تنظر على حد. يعني كابتن محمود الخطيب بيقول لك انه مش عارف ياخد فيزا امريكا. تخيل كابتن محمود الخطيب هيغلب في ان هو ياخد فيزا امريكا. ده لسه من يومين يا عم الحاج كانت السفيره الامريكيه بنفسها وهي والسفاره كلهم موجودين في النادي الاهلي، صديقه شخصيه لكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب مش هيعرف ياخد فيزا امريكا؟ يا اخوان اتقوا الله وقولوا كلمه ترضي ربنا. انتوا اتعودتوا على الضلاليه للدرجه دي؟ اتعودتوا على تضليل الناس للدرجه دي؟ الناس لما بتشوف الكلام بتاعكم ده بيضحكوا عليكم. وخليكم في خيبتكم. بمناسبه خيبتكم تعالى لي يا باشا، احمد حمدي فضح الناس اللي موجودين في نادي الزمالك والاداريين اللي موجودين في نادي الزمالك، وطلع بيسخر بصوره كده على الانستجرام وبيقول يا جماعه بعد اذنكم اللي معاه اي حد يعرف حد في بنك قناه السويس يقول لي هل انا اتحول لحسابي 1700 يورو. طبعا هو بيحاول يكذب كل الناس اللي في الزمالك اللي بيقولوا له
او بيطلعوا يصرحوا على الوسائل التواصل الاجتماعي ان احنا حولنا فلوس السفريه والعلاج بالكامل الخاص باحمد حمدي، وان احنا ما قصرناش معاه في حاجه، وان الفلوس كلها راحت له. طبعا الراجل بينكر وبيقول ما فيش حاجه راحت لي وما فيش فلوس اتحولت لي، لدرجه ان الناس في نادي الزمالك خصموا منه 250,000 جنيه وحولوا للتحقيق. انت متخيل؟ يعني الراجل طالع بيشتكي بيقول يا اخوانا ادوني فلوسي، انا عايز فلوسي، يقوموا يخصموا منه الفلوس. وفوق ده كله ايمن الرمادي في ضمن التقرير بتاعه في نهايه الموسم اللي قدمه لاداره نادي الزمالك اوصى بالغاء منصب مدير الكره، لانه شايف انه مش بيساعد وشايف انه بيهد في الفريق. فما كان من اداره نادي الزمالك الا انها تتخذ القرار الاتي، وهو توجيه الشكر لايمن الرمادي في الاداره الفنيه لنادي الزمالك، وان هم بيتفاوضوا حاليا مع 2 مكوينه وبيتسو موسيماني. الاثنين دول الزمالك بيتفاوض معاهم. مكوينة لما عرف ان الزمالك بيتفاوض مع بيتسو موسيماني خلع من الموضوع. بيتسو موسيماني نفسه خرج وصرح وقال لك انا في اكتر من وكيل بيحاول ان هو يتفاوض معايا من نادي الزمالك، انا اتفاوض مع مين؟ يعني مطلوب مني التفاوض يكون مع مين؟ مين الوكيل المنوط بيه انه يتفاوض معايا عشان اجي الزمالك؟ عشوائية في كل شيء. ضيف بقى على كل الكلام دوت التركال الحلوة اللي جاية دي، حلوة قوي. كابتن احمد السيد زيزو المفروض ان هو كان هيتم شكوته في لجنة التظلمات، وقد كان وتم شكوته في لجنة التظلمات بحجة ان الاهلي كان بيتفاوض معاه اثناء ما هو كان موجود داخل قلعة الرياضية الاكبر في 100 عقبة وهي نادي الزمالك. المهم لجنة التظلمات قالت لك والله يا باشا انا غير منوط بيا اصلا ان انا ناقش قضية زي دي، ولو انت عايز تناقش قضية زي دي وعندك لجنة شؤون اللاعبين تقدر انك انت تروح تتكلم معاهم، تبعت لهم الشكاوي، تبعت لهم اي حاجة انت عايزها، هي المنوط بيها اصلا حل النزاعات ما بين اللاعبين والاندية. ايه بقى يا باشا؟ الزمالك راح لجنة الشؤون اللاعبين؟ ابدا ما راحش. طب ما راحش ليه؟ قال لك اصل احنا خايفين بصراحة لو دخلنا هناك نتمسك تحرر. والله العظيم ما بهزر. نادي الزمالك قال لك ان احمد السيد زيزو ليه مستحقات بقالها سنة واثنين وثلاثة، ولو احنا رحنا لجنة شؤون اللاعبين هيتم البحث. اول حاجه بيعملوها كده بيبصوا على عقد اللاعب ويشوفوا العقد ماشي ازاي بينه وبين النادي. اول حاجه هيعملوها هيقولوا للزمالك خد هنا تعالى، ده انت عليك بتاع 70 مليون جنيه للاعب اصلا، ويا بجحتك انت اللي جاي تشتكيه عشان تاخد منه تعويض ويتم ايقافه. ده انت اللي المفروض تدفع تعويض، وانت اللي المفروض يتم ايقاف القيد عنك. اخلاق والله يا ابني، اخلاق. احمد السيد زيزو حتى وقتنا هذا ما تقدمش بشكوى ضد نادي الزمالك. انت متخيل؟ وفي الاخر بعد ما كلوا فلوس اللاعب وشبعوا وشربوا بعديها ميه جايين بيتكلموا على البطولات الحلال. هل هي دي البطولات الحلال من وجهة نظرك يا زملكاوي؟ ونقدر نقول اكتملت اضلاع السوبر المصري القادم في الامارات. نادي سيراميكا بيكسب نادي البنك الاهلي بهدفين مقابل لا شيء، وبيتوج بالبطوله معرفش للمره كام في تاريخه. بسم الله ما شاء الله كده. يعني نادي سيراميكا واخد بطوله كاس الرابطه مقاوله. كسب نادي البنك الاهلي بهدفين للا شيء وبكده بيتوج بالبطوله. نادي الاسماعيلي كسب نادي انبي بهدفين للا شيء وبياخد المركز الثالث في بطوله كاس الرابطه. وبكده اضلاع المربع بتاع السوبر المصري في الامارات اتضحت، وخلاص الاهلي بطل الدوري هيشارك، نادي الزمالك بطل الكاس هيشارك، نادي سيراميكا بطل الرابطه هيشارك، اما نادي بيراميدز اللي جاي مع العفش هيشارك برضو بحاجه اسمها الكارت الذهبي. اتكلم معاك بقى عن حكام النادي الاهلي ونادي انتر ميامي في المباراه المرتقبه يوم السبت اللي جاي. حكم الساحه هو علي رضا افغاني، ده الحكم اللي حكم مباراه الاهلي وباتشوكا في كاس العالم للانديه، وهو حكم جيد، جنسيته استرالي ايراني في نفس الوقت. انا شايف انه حكم ممتاز، شايف انه حكم هيساعد ان شاء الله باذن الله المباراه انها تطلع في احسن صوره. كمان كابتن احمد شوبير هيكون ليه تواجد في كاس العالم للانديه، لان هو اللي هيكون منوط بيه ان يقول اسماء اللاعبين من داخل الملعب مع المذيع الداخلي، وبالتعاون مع المذيع الداخلي
للمباراه، ودوت اصلا بناء على طلب من فيفا انها طلبت من كل الانديه المشاركه ان يكون في اعلامي مشارك يساعد المذيع الداخلي ان هو ينطق اسماء اللاعبين بشكل صحيح. اتكلم بقى في المعسكر بتاع الاهلي، والحقيقه عدم الانغلاق اللي موجود في المعسكر، وكنت اتمنى كابتن محمود الخطيب يكون متواجد مع الفريق ويكون متواجد مع المعسكر عشان خاطر يعني يدي نوع من انواع الانضباط شويه في المعسكر، لان انا مش عاجبني بصراحه اللي بيحصل في معسكر النادي الاهلي. فكره التصريحات، فكره الكلام، فكره الاريحيه اللي موجوده، وتحس اما وانه اللعيبه كده كانها راحه سفريه او راحه تستجم او راحه تتفسح. يعني حتى كابتن محمد مجدي قفشه كان منزل صوره ليه ولابس لبس ما ينفعش وبتصور بيها وفاكر نفسه كريستيانو قاعد في البلكونه كده. الوضع نفسه مش حلو، الاجواء نفسها ما تقولكش ان الاجواء دي اجواء ناس مركزه او اجواء ناس راحه تعمل حاجه. كنت اتمنى بصراحه ان كابتن محمود الخطيب يكون موجود، كان هيأثر بشكل كبير على موضوع الانضباط ده، لكن للاسف كابتن محمود الخطيب خارج كاس العالم ومش هيكون متواجد في كاس العالم. ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع بألف صحه وسلامه. صحيفه ذا اتلتيك بقى بتختار امام عاشور ان هو يكون من ضمن 50 لاعب يجب متابعتهم في كاس العالم للانديه. وصحيفه ذا اتلتيك دي اصلا من الصحف الكبرى في انجلترا يعني وبريطانيا. ف امام عاشور باذن الله يعني كلنا بنعلق عليك امال، انت ومحمود حسن تريزيجيه واحمد السيد زيزو وباقي اللاعبين، ان شاء الله ان انتوا تصنعوا الفارق مع الاهلي، وان شاء الله نوصل لابعد مدى في كاس العالم للانديه. وبالمناسبه انا جايب لك دلوقتي قائمه اللاعبين النهائيه، قائمه اللاعبين بتاعه الاهلي اللي خلاص سلمها للاتحاد الدولي فيفا في كاس العالم للانديه بالارقام بتاعه التيشيرتات. رقم 1 محمد الشناوي، رقم 2 خالد عبد الفتاح، رقم 3 عمر كمال عبد الواحد، رقم 4 احمد رمضان بيكهام، رقم 5 محمد علي بن رمضان، رقم 6 ياسر ابراهيم، 7 محمود حسن تريزيجيه، 8 حمدي فتحي، 9 وسام ابو علي، 10 جراديشار، 11 كريم الدبيس، 13 مروان عطيه، 14 حسين الشحات، 15 اشرف داري، 17 اشرف بن شرقي، 19 قفشه، 22 امام عاشور، 23 اليو ديانج، 24 احمد رضا، 25 احمد سيد زيزو، 26 محمد سيحه، 27 مصطفى العش، 29 طاهر محمد طاهر، 30 محمد هاني، 31 مصطفى شوبير، 36 احمد نبيل كوكا، 37 مصطفى مخلوف، 54 يحيى عطيه الله. دي قائمه الاهلي النهائيه بارقام التيشيرتات بتاعه اللاعبين. ان شاء الله بكل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله يحقق بطوله تفرحنا كلنا وتسعد قلوبنا كلنا، خصوصا ان احنا عندنا امال كبيره في النادي الاهلي بعد التدعيمات الكتير اللي الاهلي عملها. ويمكن بسبب التدعيمات دي وصلت القيمه السوقيه للنادي الاهلي لرقم غير مسبوق، بتتكلم في 55 مليون دولار قيمه سوقيه للاعبي النادي الاهلي، بعد ما كنا بنتكلم في 30 مليون دولار. يعني انت تقريبا زدت 25 مليون دولار بسبب الصفقات الجديده، قريب من الضعف تقريبا. واخدين بيها المركز الثاني على مستوى القيمة السوقية للأندية العربية المشاركة. يعني الهلال واخد المركز الأول في القيمة السوقية للأندية العربية بقيمة 175 مليون دولار، يجي في المركز الثاني الأهلي بقيمة 55 مليون دولار، المركز الثالث العين بقيمة 50 مليون دولار، المركز الثالث الترجي بقيمة 25 مليون دولار، ومن المركز الرابع والأخير الوداد المغربي بقيمة 20 مليون دولار. دي القيمة السوقية للأندية العربية، كل التوفيق ليهم طبعا. مجموعة الوداد مجموعة صعبة، معاهم يوفنتوس ومعاهم العين ومعاهم مانشستر سيتي، مجموعة يعني قاتلة بصراحة. أما الترجي فمعاه مجموعة إلى حد ما سهلة، ممكن إن هو يعدي، لكن مشكلة الترجي إن هو ما عملش صفقات وتدعيمات كبيرة ممكن إنها تساعده في إن هو يتخطى الدور الأولاني. كان المفروض يكون في لايف النهارده، بعتذر لكل الناس اللي كانت مستنيه اللايف. ان شاء الله باذن الله بكره هيكون في لايف وفيديو زي المعتاد، النهارده هيكون فيديو بس. اتمنى من كل اصحابي ان هم يشتركوا في القناه اللي مش مشتركين ويفعلوا زر الجرس، والناس اللي تتفرج على الفيديو بيعجبها الكلام تعمل لايك للفيديو. بشكركم جدا، وان شاء الله بلكم بكره في حلقه جديده مع احمد السيد اهلاوي.